أصبح موضوع الاعتقال للفتيات ابتزاز، ورقة ابتزاز سياسي، ورقة ابتزاز عسكري. هنالك نساء، لأول مرة أصرح بهذا الموضوع، هنالك زوجات وبنات لقيادات في الشرعية تحت قبضة الحوثي بالاسماء، قيادات عسكريه، وانا اتحمل مسؤوليه هذا الكلام. قيادات عسكريه عامله في الجيش الوطني، عامله في الجيش الوطني وعامله في الشرعيه، نسائهم في سجون الحوثيين، ولم نسمع منهم اي صوت. ما يقوم به مثل جريمه بحق شخصيه قويه جدا، كبيره جدا، عسكريه كبيره جدا، واتحمل مسؤوليه هذا يعني الكلام. هذا الكلام قد يكون يبرر لاول مره انا اصرح بهذا الكلام، قد يكون هذا الكلام يبرر لمسؤولين وقيادات في الشرعيه تحت قبضة الحوثي، وهذا الكلام سيطرح في لجنة الخبراء في مجلس الأمن الدولي. الابتزاز السياسي، الابتزاز المالي، الابتزاز هذا كلام يهم اليمنيين أيضا. أنت تقولي أن عدد من القيادات العسكرية واقعة تحت رهن الابتزاز الحوثي. أعرف قيادي عسكري مهم جدا في الشرعية زوجته وبناته الثنتين تحت قبضة الحوثيين وداخل سجون صنعاء. احنا اليوم نتحدث عن سجون صنعاء مقابر للنساء. ما يحدث في صنعاء طبعا في ناشطات هناك اللي اختطفوهم من الشوارع ومعاهم بناتهم. هذه نضال ومنى الريمي اختطفوهم ومعاهم بناتهم توشكا وميرا عمرهم 6 سنوات و4 سنوات، كانوا يتعذبوا بناتهم قدامهم. كانت الاطفال يشوفوا امهاتهم هم بينضربوا من الزينبيات ومن المحققين. نضال ظلوا يضربوها بالكهرباء لما مات الطفل في بطنها، واسعفوها للمستشفى والمسدس هنا، ويقولوا لها لو تتكلمي ان انت مختطفه ولا شيء ويلك، وعملوا لها تنظيف في المستشفى ورجعوها. مختطفات يعني كانوا في بنات اللي انا شفتهم من ثوره الجياع، هذول البنات لهم 9 شهور، في منهم 2 و3 حوامل اللي احنا اكتشفنا انهم حوامل في 4 شهور 5 شهور، هم معتقلات لهم 9 شهور، وعشان كذا ما خرجوهم لانهم خايفين يخرجوهم هم حوامل. واصلا يعني اللي ساعد انا اقول قوى الحوثي هو الاهالي. لما تسال الاهالي، لما كنا نخرج نكلم الاهالي نقول لهم بناتكم كذا، بناتكم في المعتقل، بناتكم حوامل، بناتكم، يقولوا ما عندنا بنات، بناتنا ماتوا. بيتبروا من بناتهم خوفا من الفضيحه من العار، حتى ما يلاقي البنت المراه لما بتختفي في اليمن ما عاد احد يلاحق وراها او يقول وينها، على طول يحولوها قضيه شرف، وانها الله اعلم وين راحت، والله اعلم وين جات، والله اعلم كذا، خلاص اسكتي ويخلوها تسكت عن قضيتها وتسكت عن حاجه، مع انها ما لها اي. طبعا هم مش مركزين على السياسيات على فكره، لان انا ماني سياسيه، انا ناشطه حقوقيه. هم مركزين على اي مراه لها مكانه اجتماعيه او قيمه او مكانه او موهبه معينه، هم يحاولوا ياخذوها، تشوفها دائما تختفي، وبعدين ياخذوها دورات ثقافيه على حد زعمهم واهانه وذل، من يخرجوها مكسوره ما عاد تقدر تواجههم او توقف بوجههم، لانهم شافوا في الفتره الاخيره ان المراه اليمنيه هي اللي تصدت لهم في وقت ان الرجال